على وقع أغنية وجه ثاني ووسط أجواء النيران والقرع على البراميل وبحضور شخصية وفنية واجتماعية، وصلت الفنانة شذى حسون بفستان فضي إلى الحفل الخاص بإطلاق ألبومها الجديد وجه ثاني، باكورة تعاملاتها مع شركة روتانا للمرئيات والصوتيات وشركة لايف ستايلز ستوديوز منتجة العمل. سعيدة جدا بهذا التعاون. سعيدة أنه باكورت هذا الألبوم اللي اشتغلت عليه من كل قلبي وندعمت فيه من أكثر من محل، سواء شركة لايف ستايل ستوديوز سواء من روتانا، من خلال دعمها الجميل جدا، من خلال هذا الحفل الرائع اللي قدموا لي، أشكرهم عليه. شذى طبعا فنانة مميزة وقدرت في فترة بسيطة أن تثبت نفسها على الساحة الغنائية، خصوصا احنا في الساحة الخليجية ترى نفتقر الأصوات النسائية، فبالتالي شذى من الأصوات الجميلة بالخليج. شذى فنانة بترفع الراس وإطلاق ألبومها من لبنان، هذا دليل قديش بتحب لبنان وأنا في بيني وبينها مودة خاصة. غير تقديري الكبير لها كفنانة محترمة ولائقة وصوت حلو كثير. ما في شك انها فنانة مجتهدة واليوم هي نجمة على الساحة الغنائية، خصوصا انه احنا بنعرف انه الفنانات العراقيات قليل منهم كثار قادرة تبيض وجه بلدها. بلشت شوف قد ايه الناس مبسوطين بالالبوم من الشغل في الالبوم، عن جد ما كنت متوقعة لأنه صار له مدة قصيرة جدا طلع الألبوم، بس بحس إنه دا ياخد صدى ما شاء الله جميل. عندك وجه ثاني ما يشبه الأول، تتغير بلحظات وبسرعة تتحول. ولعل ما يميز الألبوم الخليجي الأول لشذى حسون والذي يتألف من 12 أغنية هو تعاملاتها المميزة مع أسماء كبيرة على صعيد الكلمة واللحن، أبرزهم الأمير بدر بن عبد المحسن، سفير الألحان فايز السعيد، الفنانة أحلام، الفنان عبد الله رويشد، والفنان عبد الرب إدريس. هذه الكوكب الكبيرة يتقدمها سمو الأمير بدر بن عبد المحسن أكيد يعني عن قناعة أنه والله فعلا هذا صوت قادم وصوت جميل، فبالتالي لو بتلاحظ الألبوم كله أسماء كبيرة، يعني الأمير بدر، الفنان عبد الله رويشد، الفنان فايز السعيد، الفنانة أحلام، والفنان حاتم العراقي، ما ابي انسى احد، بس كلهم ما شاء الله اللي مشاركين يعني فنانين كبار وملحنين مخضرمين او شعراء مخضرمين. كلهم كانوا موجودين وكلهم دعموني في هذا الالبوم، فنان فايز سعيد كمان، ما اريد انسى احد، بس حقيقه ما قصروا ابدا واشكرهم كل واحد فيهم، كل انسان اشتغلت وياه انتاجيا توزيعيا. لغايه هلا بتصور خطوات شذى اثبتت انها عم تمشي صح بالاختيارات بالطلات الاعلاميه، حتى باللي عم بتفكر فيه لبعدين. بقول برافو. صوت شذى من الاصوات اللي بتلبي، وصوت مليان وحنون، وبيقدر اذا بدك يصيب. فبما يتعلق بكلمتي وهالمطرح الرومانسي اللي فيها مع شوية دلع، شذى بتأديها كتير حلو. فيها الخلطة بصوتها وبالموسيقى تبعها، إذا عم تسمع الأغاني كتير جديدة على الدين، وبنفس الوقت قريبة للقلب كتير، يعني في تنوع حلو. عجبني شغل من حيث التوزيع، من حيث الألحان والكلام، عم تنقي شغلة تقنية حلوة كتير. شاعلها صاب شاعلها هو جارح عيني وجاني كحلها. وتعد شذى حسون من الأصوات النسائية الخليجية التي بدأت تشق دربها على الساحة الخليجية من خلال بعض الأعمال الفنية والحفلات الناجحة التي تقيمها في بعض الدول الخليج. الحفلات مع الشعب أو مع الجمهور لها مذاق ثاني، وأنا أحب يعني حقيقة أحبهم، والحمد لله أنا من بداياتي لليوم وأنا أشتغل على هذا الشيء بكل قلبي، والحفلات دائما اللي دا أسويها دا تلاقي نجاح حلو. حنصور كليب ان شاء الله، حيكون من انتاج لايف ستايلز ستوديوز من الالبوم اغنيه علاء الدين، وحيكون كمان كليب من انتاج روتانا من الالبوم، راح اقول لكم الاسم الاغنيه بعدين.